هوريكم طريقة احلى خيار مخلل زي بتاع المطاعم السوري. هنحط الخيار في مية ساقعة لمدة ساعة، ونجيب مية مغلية نحطها، ونحط عليها 4 معالق ملح، معلقة سكر، وكوباية خل، ونسيبها لحد ما تبرد خالص. الخيار اللي نقعناه ميبقاش كبير ولا صغير، يبقى متوسط. احنا حطيناه في مية ساقعة عشان يبقى مقرمش، ميبقاش دبلان كده وطري. ومعلقة السكر دي اختياري، يعني لو انتي مش بتحبيه مسكر ممكن ما تحطهاش عادي، بس هي بتديه طعم حلو قوي. هنقلب المية كويس لحد ما نتأكد ان الملح والسكر دابوا كويس، ونسيبها على جنب لحد ما تبرد كويس. ممكن نحطها في التلاجة برضه. هنحتاج بعد كده توم وفلفل حراق، وورقتين لورا، كزبرة، وفلفل اسود. هنقطع التوم كل فص على 2 أو 3، ونقطع الفلفل على 3، ونحط اللورا معاه. بعد كده هنجيب الخيار ونقطعه. انا بحبه يكون دواير كده. في ناس بتحط الخيارة صاحية وتعمل فيها فتحات، في ناس بتقطعها طويل عادي، يعني قطعه زي ما تحبه. انا قطعته دواير عشان هو هيتاكل بسرعة. لو حطيته الخيار صاحي هيقعد فترة اكبر يعني. بعد كده هنجيب برطمان ازاز يكون بيتقفل كويس، هنحط فيه من تحت الحاجات اللي قطعناها، الثوم والفلفل وورق اللورا. هنحط كمان معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقتين كزبرة. المفروض كنا نحط كزبرة حصى، بس انا ما كانش عندي فحطيت كزبرة مطحونة، بس عادي نفس الطعم. بعد كده هنحط فوقهم الخيار. اهم حاجة واحنا بنحطه ان ما يبقاش في مكان بيسرب هوا، يعني نحطه كويس ونتأكد ان احنا ملينا البرطمان من تحت. انا البرطمان بتاعي ما كفاش، فاستعنت بواحد تاني صغير. بعد كده هنجيب المية اللي سيبناها تبرد على جنب، وهنبدأ نملى البرطمان. اهم حاجة نتأكد كويس ان المية ملت البرطمان كله، يعني نبص من تحت كده، نحاول نزق الخيار بايدنا عشان المية توصل تحت. بعد كده نقفل البرطمان كويس قوي، يعني ما يبقاش فيه اي مكان يدخل هوا. المفروض نحطه في مكان ضلمة، بس انا عادي بحطه في اي مكان. بس كده يومين ونبدأ ناكل منه وبألف هنا.